السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة بقى جايبه لكم فيديو حلو جدا جدا. هنروح اماكن في اسكندرية حلوة قوي قوي. هنروح كوبري ستانلي، كمان القلعة، وهروح مكان رائع جدا جدا اسمه الاحياء المائية. المكان ده هتشوفوا فيه انواع اسماك رائعة بمعنى الكلمة. مش عايزة احرق لكم الفيديو عشان نمشي خطوة خطوة مع بعض. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. ما تنسوش كومنت منكم حلو بيفرق معايا كتير قوي. يلا بينا بقى نبدأ اليوم عشان هنبدأ من البيت، من الألف للياء. يلا بينا. أول حاجة هقول لكم أنا هلبس إيه النهاردة. زي ما انتم شايفين البلوفر الأوف وايت التحفة ده حلو جدا جدا. كمان هلبس عليه جيب أسود، والبالطو الأوف وايت اللي انتم شايفينه ده، والطرحة التحفة دي. ابقوا قولوا لي رأيكم في الكومنتات، وإيه رأيكم لو عندكم أي آراء قولوا لي برضو. وهنا كنت محتارة ألبس الشنطة الأبيض في أسود ولا الشنطة السوداء. وطبعا لو هتلبسوا ايه في رجلكم، هتلبسوا يا اما بوت ابيض او بوت اسود. وده كان الاوتفيت بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عندكم اي تعليقات قولوا لي برضو، احنا بناخد رأي بعض. وكده لبسنا وطلعنا على الطريق. طبعا الخروجه ليليه زي ما انتم شايفين. المره اللي فاتت كانت من اول الصبح، لا المره دي نازلين عقبال ما الولاد اتجمعوا واتجمعنا في البيت، فنزلنا متاخرين، واحنا كنا عارفين ان احنا هننزل بالليل. احنا كده على خلاص على الطريق. اول خروج، اول مكان هنبدأ بيه النهارده وهو كوبري ستانلي. كوبري ستانلي من الاماكن الرائعة جدا جدا، وعلى فكرة مش مكلف خالص خالص خالص. المكان جميل جدا، تاخدي فيه احلى الصور، مريح نفسيا وحلو قوي قوي، ومش غالي ابدا. هبدأ معاكم كده اول ما نوصل خطوة بخطوة، وهقول لكم التذاكر كام، ولما تقعدوا تحت هتعملوا ايه، علشان لو حابين تروحوا هناك بجد روحوا، المكان حلو قوي قوي. احنا خلاص هنا طالعين على كوبري ستانلي. الخروج بجد بيغير النفسية وبيخلي الولاد أحسن. عايزة أقول لكم إن كمان لما الولاد بتكبر، عشان تجمعيهم وتقعدي معاهم الموضوع بيكون صعب جدا جدا. كل واحد ليه صحابه، كل واحد ليه مواعيد خاصة. ده هينزل من 6 ل7، لا ده هينزل من 7 ل8. فبجد الموضوع بيبقى صعب خالص خالص. عشان كده الخروجة هي اللي بتجمعهم. اي نعم الموضوع بيبقى صعب، وبنقعد نلغي مواعيد على مواعيد، ولكن في الاخر الحمد لله بنتجمع. هنا خلاص وصلنا كوبري ستانلي، وده الشكل من فوق روعة بجد، حلو جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم انا بحب البحر قوي قوي، وخصوصا في الشتاء. بحس ان هو اهدى ورومانسي اكتر كده وجميل جدا عن الصيف. بحبه في الصيف برضو، بس الصيف بتبقى فيه دوشة بقى وبحر ومية واطفال بتجري وكده، لكن الشتاء روعة. بحب البحر جدا جدا في الشتاء، يمكن اكتر من الصيف. هنا احنا من فوق زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى ننزل في سلم وفي باب بتدفعي فيه تذاكر عشان تنزلي تقعدي تحت. احنا كده خلاص نزلنا. عشان تنزلي تقعدي تحت بتدفعي تذكرة لكل فرد 25 جنيه. تمام، 25 جنيه. المكان تحفة تحت. هتلاقي ترابيزات وكراسي بتبتدي تقعدي عليها. في كافيه، حابة تطلبي حاجة اوكي تمام، مش حابة مفيش اي مشكلة خالص. انتي اهم حاجة بتدفعي فوق التذكرة بتاعتك اللي هي على كل فرد 25 جنيه. بعد كده اقعدي تحت زي ما انتي عايزة، خدي معاكي كورة العبي انتي وولادك، مفيش اي مشكلة خالص.
حابين تطلبوا حاجة من الكافيه اطلبوا، مش حابين ما تطلبوش. فبجد يعني مكان رائع جدا وجميل قوي قوي ومش مكلف خالص. زي ما انتم شايفين ده ابني عمار. القطة دي غريبة جدا جدا، أول ما شافتنا قعدنا طلعت تجري علينا وكأنها تعرفنا كده. بصوا مش عارفة، كانت سعادة جدا. وابتدت تطلع على رجلينا، على رجلين عمار شوية وعلى رجلي شوية وعلى اخواتهم شوية، كأنها تعرفنا جدا جدا. فبجد لذيذة قوي واحنا حبيناها جدا جدا. اقعدي بقى تحت زي ما انت عايزة، اتصوري زي ما انت عايزة. المكان رائع جدا جدا جدا، حلو قوي قوي قوي. مفيش، مش مطلوب منك تدفعي اي حاجة تحت. زي ما قلت لك، حابة تطلبي حاجة من الكافيه اطلبي، مش حابة مفيش مشكلة خالص. والقطة القمر دي اللي عمالة تتنقل من على رجلين الولاد عايزة اقول لكم هي ماشية بتبص لنا حزينة جدا جدا ان احنا ماشيين، لدرجة اتعلقت بيها قوي وقلت اخدها والله معايا واحطها هنا في الفيلا مع القطط. آم، بس طبعا احنا عندنا قطط كتير. انا مش بربي قطط، القطط مثلا بتبقى ماشيه كده في الفيلا، تخرج تاكل تمشي حاجات كده. انما انا مش تربيه قطط، لا. ما عنديش الحته دي. سبحان الله القطه دي انا حبيتها من كتر ما هي ماسكه فينا وعايزه تقول لنا ما تسيبونيش خدوني معاكم. قعدنا قعدتنا في كوبري ستانلي وانبسطنا جدا. بعد كده هنا طلعنا وابتدينا طالعين دلوقتي على القلعه. هو كان اختيار ابني، بس قبل ما ادخل القلعه هنخش بقى المكان الفظيع ده، الاحياء المائيه. شايفين هو جنب القلعه اهي، القلعه زي ما انتم شايفين كده، هو جنبها. المكان ده برضو بتدفعي له تذكره، مش عارفه الفرد 30 او 25. احنا كلنا دفعنا 90 جنيه. تمام. المكان ده حلو قوي قوي. وانا بقى بفرجكم على السمك جوه، هفضل اقول لكم كلام مهم قوي قوي قوي، لان بجد المكان ده اداني طاقة ايجابية، معلومات. الولاد كانوا مبسوطين جدا. زي ما انتم شايفين المكان نظيف جدا جدا. المكتب اللي في الاخر ده هو اللي بتحجزي فيه. بصوا، دي بس مجرد صور، انا هوريكم بقى الاسماك. يعني زي ما انتم شايفين هتشوفوها بتتحرك قدامكم. مكان حلو قوي قوي. هنا خلاص دفعنا التذاكر وابتدينا نخش. بصوا بقى جمال السمك، ما شاء الله تبارك الله. كل حوض سمك محطوط جنبه زي ورقة كده محطوطة على هوريها لكم برضو دلوقتي، مكتوب فيها السمك ده منين. شايفين السلحفة؟ شايفين قمر ازاي؟ مكتوب السمك ده منين، اسمه ايه، من انهي بلد. بصوا هو ده اهو، انا هوريها لكم دلوقتي. حلو قوي قوي قوي. معلومات للاطفال. هم من شكل السمك وجمال السمك هيبتدوا يبقوا عندهم اللي هم عايزين يعرفوا دي اسمها ايه وجت منين. بصوا السلحفة جميلة قوي 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 قوي. يا جماعة احنا محتاجين ناخد الموبايلات من ولاد، محتاجين نعرفهم على الطبيعة وعلى الأسماك وعلى الحاجات الحلوة دي. مش طول الوقت قاعدين على الموبايل، طول الوقت قاعدين على التاب واللاب. بجد خطر جدا جدا، مشكلة كلنا بنعاني منها. عشان كده بجد الخروجة لما بيكون فيها حاجة تعليمية زي دي كده، حاجة بجد بتغذي المخ وبتغذي حتى العين تشوف حاجة حلوة. ويبتدوا كده يسألوا والسمكة دي اسمها ايه والسمكة دي نوعها ايه. هي دي الحاجات الرائعة فعلا اللي المفروض نكتر منها لولادنا. بجد حاجة مهمة قوي قوي. بصوا ده أحواض، طبعا كلنا بنصور، ولاد بيصوروا وكلنا بنصور. المكان رائع وشكل السمك تحفة وحاجة بجد سبحان الله. طول ما انتي بتتفرجي تقولي سبحان الله. بصوا بقى هنا ده اللي انا بقول لكم عليه، يحطوا الصورة بتاعت السمكة وهي منين واسم على كل حوض، على كل حوض هتلاقوا الورقة دي محطوطة. بصوا السمك وجمال السمك ما شاء الله تحفة، تحفة جدا. مكان نظيف جدا جدا جنب القلعة على طول. رحلة مش مكلفة خالص وممتعة جدا جدا جدا. في ناس ما بتحبش تنزل عشان هنصرف كام وهنقعد بكام. لا يا جماعة، حاولوا تروحوا رحلات حتى لو على قد ايديكم. يعني مثلا عايزين نروح حديقة الحيوان، مش شرط نروح افريكانو بارك، مش لازم افريكانو بارك، ممكن نروح حديقة الحيوان. فرق في السعر كبير جدا، وانتوا بتخرجوا وبتتفسحوا. فمش شرط ان احنا لازم تكون الخروجه بمبلغ وقدره. انزلوا حتى لو حاجات بسيطة، بس الفكرة ان الولاد تتجمع وتنزل. وزي ما قلت لكم
مواعيدهم بتبقى صعبة جدا والخروجة هي اللي بتجمعهم. انا شخصيا كنت مبسوطة جدا في المكان ده، كنت مبسوطة قوي قوي، لان بجد حلو جدا جدا. بصوا بقى هنا لقيت المكان فاضي لان هو كذا مكان زي ده، بس بتبقى فيه ناس واقفة فمش برضه افتح الكاميرا. هنا بقى لقيته فاضي فقلت بسرعة كده اصور لكم لقطة. المكان نظيف جدا جدا، واحواض سمك زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله فعلا. ايه الجمال ده. شايفين السلحفة النايمة دي؟ قعدت اخبط لها على الازاز بس هي ملهاش مزاج تقوم بقى. بصوا السمك، تقعدوا تقولوا سبحان الله، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. بصوا السمكة القمر دي، هقرب لكم منها من جمالها دلوقتي. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تحفة، كأنها مرسومة رسم، تحسوا انها مش حقيقية من جمالها. ما شاء الله لا قوة الا بالله. بصوا بقى اللي ورا دي، بصوا اللون الازرق فيها وشفايفها زرقاء وجميلة جدا، ما شاء الله لا قوة الا بالله. حلوة قوي قوي. تحس ان السمك بيكلمك كده. مبسوط ونظافة، الاحواض كلها نظيفة. وطبعا دي حاجة انا عارفاها كويس قوي لان احنا كنا بنربي هنا سمك. بصوا بسم الله تبارك الله، ايه الجمال ده. ما شاء الله لا قوة الا بالله. في انواع سمك رهيبة حلوة جدا، الولاد كانوا مبسوطين قوي، خصوصا الصغيرين والكبار والله. هنا بقى بصوا السلحفة القمر دي قمر دي، حلوة جدا جدا. بصوا بتعوم ازاي، تحس ان انت عايزة تخشي تعومي معاها والله. تحفة قوي قوي. ما شاء الله، جمال جدا. شايفين السلحفة، حلوة قوي قوي. احواض كتير قوي يا بنات، يعني مش حوض ولا واحد ولا اتنين، كتير. طول ما انتي ماشية بتتفرجي عليهم حلوين قوي قوي. بصوا السمكة دي، بصوا شكلها، بس هي ما كانتش عايزة، ملهاش مزاج يعني تتحرك خالص. بصوا بقى القمر دي، بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا جدا جدا. بصوا الجمال. حلوة جدا ما شاء الله بجد. روحوا بقى وخدوا الولاد معاكم وادخلوا المكان ده لان بجد رائع جدا، حلو قوي قوي قوي. وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات لأنه بيفرق معايا كتير بجد. حابين ان انا اصور لكم لما اروح في اي مكان ولا لا؟ بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال. خرابي على الجمال، بسم الله ما شاء الله، تحفة بجد، حلوة جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، قاملين قوي. دي بقى نايمة، يعني تحس ان هي مش بتتحرك لكن هي نايمة. يعني انا صورت لكم على قد ما اقدر، على فكرة في حاجات بحس ان هي مش حلوة يعني ما تشدش قوي مش بصورها، لكن المكان اكبر من كده وفي حاجات كتير جدا جدا، ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهنا طلعنا بقى من المكان وده كان شكل القلعة من بره. ما دخلناش القلعة لان احنا دخلناها قبل كده وكمان الوقت اتأخر. حلوة قوي، خروجة سهلة وبسيطة وجميلة وحلوة وكنا مبسوطين ومش مكلفة. اخرجوا وابسطوا الولاد، خليهم يسيبوا الموبايلات والتابات بجد.
رحلة تعليمية وكمان خروجة حلوة وكلنا مبسوطين. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا انبسطتوا منه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا باعمله. باحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.